إن المال لو اتجمع غلط تسقط الدولة حتى لو الخزينة مليانة. تلف الأيام وتدور، وبعد ظهور سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالرسالة النبوية الشريفة والتوسع في انتشارها، دي كانت بداية انضمام مصر مع جيرانها وأصبحت عربية. ظهر كتير أشخاص اهتموا بالمحاسبة، أولهم وأهمهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي أسس ديوان بيت المال وطبق قوانين المراجعة الدورية على الولاة وثرواتهم ومصادرها. وعندنا المواردي وابن خلدون، لكن اللي يستحق الوقوف عنده هو أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، قاضي القضاة أيام الدولة العباسية. وده بقى كان برنس، كان من الكوفة، كان بيقول إن المال لو اتجمع غلط تسقط الدولة حتى لو الخزينة مليانة. وعمل كتاب الخراج وشرح فيه الإيرادات والمصروفات والعدالة الضريبية وأثر القرار المالي على الاقتصاد. من الآخر ما كانش بيهتم بالرقم، كان بيهتم بتأثير الرقم. يعني مش مهم دخل كام، المهم دخل ازاي وتأثيره على الناس ايه. وهو ده جوهر المحاسبة الإدارية الحديثة.